صليت بهم. السلام عليكم، الله يتقبل منا ومنكم في الشهر الكريم. أنا معتكف العشر ولا كان ودي إني أدخل السناب أبدا، لكن في شيء دعاني إني يعني أسجل لكم. قبل قليل صليت بهم العصر وكان في جنازة بنصلي عليها، فبعد نهاية الصلاة توجهت إلى مكان الجنائز بصلي على الجنازة، فقام رجل وسلم علي ومتأثر وقال أنا أبو المتوفى. فتقدمت يعني قلت له أحسن الله عزاك كذا. بعدين تقدمت للجنازة وإذا شاب مو كبير يمكن عمره 14-15، فصلينا عليه وانتهينا. وبعدين دخلت إلى الغرفة، فجاء واحد وسلم علي ودخل عندي، وإذا هو صديق قديم يمكن ما شفته أنا يمكن من أكثر من 10 سنوات. سلمت عليه وقال لي أنا إمام المسجد الذي يصلي فيه هذا الشاب. فيقول جيت يعني أصلي عليه بحكم أنه من طلاب التحفيظ عندهم وكذا. قلت له يا أخي كم عمره وكيف مات؟ وهذا اللي خلاني أسجل. فقال لي هذا الشاب صلى الفجر، بعدين دخل إلى دورة المياه وتروش، اغتسل، ثم ذهب إلى غرفته وشغل المكيف ونام مقابل للمكيف، مكيف سبلت مقابل للمكيف تماما. يقول له ظل كذا، فلما أذن لصلاة الظهر الساعة 12 إلا شوي جاء أبوه ليوقظه ليخرج معهم إلى الصلاة، وإذا الولد يفتح عينيه ويقول لأبيه يبا أنا ما أقدر أحرك شيء من جسمي. قال ما أقدر أحرك شيء. ذهبوا بالولد للمستشفى، شالوه يعني ودوه المستشفى، حاولوا علاجه، بقي 3 أيام ثم أصيب بغيبوبة، ثم توفي رحمه الله. أنا قلت يمكن القصة فيها عبرة شوي يعني لبعض أبنائي اللي نحذرهم أحيانا من هالتكييف والمكيف وزيادة البرودة فيه وكذا. أسأل الله أن يختم لنا هذا الشهر برضوان ويغفر له. الله يجزاكم خير ويتقبل منا ومنكم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا يا ربي جميعا بكرمك ولطفك وجميلك وإحسانك يا رب العالمين. الله يجزاك.